السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم. واللي اول مره تيشوف القناه كنقول لي مرحبا والف مرحبا، وما تنساوش التشجيع ديالنا فضلا وليس امرا. مرحبا بالجميع. اليوم ان شاء الله جيت نصاوب معكم هاد البسطيله السهله وكتجي زوينه، في الصراحه كتجي زوينه من البقايا ديال الورقه اللي كنكونوا خدمنا بها مثلا وبقات لينا، اولا ممكن نجيبوها نيت باقا طريه ونخدموا بها، ماشي مشكل. عندي هنا الورقه، يعني تقريبا واحد الرابعه ديال الورقه، كنشدوها كنقطعوها على هذا الشكل هذا، يعني طريفات رقيقين، وكنفكوها ما كنخليوهاش باش ما تجيناش مدقصه. صافي كنبقاو تنقطعوها كامله بالمقص ولا بالموس على هذا الشكل هذا. صافي تنخليوها على جانب. كندوبوا واحد 2 المعالق ديال الزبده العاديه، زبده حيوانيه، ندوبوها مزيان وكنخلطوها معاها، وكناخذوا واحد الاطار، المهم كيف ما بغى يكون عندكم. كنديروا النص الاولاني كنفرشوه لتحت، وكندوزوا للكريمه. عندي هنا بيضه كامله، وعندي 2 ديال المحاح ديال البيض. صافي كندوزو ناخذوا واحد 2 معالق ديال الجبن، اختاروا الجبن اللي بغيتو، وكيجي فيها هاد الجبن هذا زوين كريمي. عندي كاس لاروب ديال الحليب، واحد 2 معالق ديال اللوز مطحونين بالقشور ديالهم. وهنا هذا اللي كيبان لكم هنايا راه البيض تاع البيض اللي حيدت من دوك 2 بيضات. صافي تنخلطوا الخليط مزيان ديال البيض والجبن، واحد 2 معالق ديال السكر سنيده، ساشيه ديال الفاني، وكنكبوا داك الكاس لاروب ديال الحليب ونخلطوا مزيان. واحد القبيصه ديال الملح ما تنساوهاش. كنزيدوا 2 معالق ديال اللوز مهرمش. صافي واحد مطحون نيت، ماشي مهرمش نيت، مطحون، ما يكونش مطحون مزيان منير ولكن مطحون. صافي هي هذيك. تنزيدوا واحد 2 معالق ديال النشا، وكنخلطوا الخليط كامل فوق البوطه، كنشعلوا عليه ونحركوه حتى يتقال لينا الكريمه. صافي كنحيدوها، كنفرشوا الطبقه الاولانيه ديال الورقه، وكنديروا الكريمه، وكنديروا الطبقه الثانيه عاوتاني ديال الورقه، وكنديروا هاد المعلقه بحال هكا ونهبطوا بها باش ديك الكريمه تلصق لينا مع الورقه. هنا في هذا الوقت هذا راه عندي الفران كنت شاعلاه، كندخل الطاوه ديالي على 180 درجه اولا 160 درجه. كنخليوها لما كنتوش مزروبين بها، تخليوها طيب على خاطرها حتى كتحمر باش يدخلها الطياب لداخل. كنخرجوها من الفران، يكون عندنا العسل واجد، كنسقيوها به. صافي وكنزيدوا عليها شويه ديال اللوز مهرمش ولا الكاوكاو ولا القرقاع، المهم داكشي اللي عندكم زينوا به. صافي وزينتها هنايا بشويه ديال الوراق ديال الورد اللي كيعطيوها منظر زوين. وهذا الشيء اللي كاين. بغيتو تدخلوا شي حاجه اخرى يعني كتعجبكم حتى هي راه ممكن ديروها، كتجي خفيفه وكتجي زوينه من الداخل، والمذاق ديالها تيجي مختلف على بزاف الحوايج يعني تنديروهم. وشي حاجه اللي مثلا شاطلين الورقه ما غاديش نضيعوها، فكنستغلوها بهذه الطريقه، تجي عاطيه واحد يعني لا في المنظر ولا في الشكل ديال المذاق ديالها، كتجي زوينه. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو بالصحه والراحه، وشكرا لكم بزاف، وتحياتي للجميع، ومرحبا باللي اول مره تشوف القناه.